بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنام. أختي الفاضلة، نصيحتي إليك أختي الصائمة في هذا اليوم المبارك العظيم هي نصيحة عظيمة. هذه النصيحة اللي بغيتك ننصحك أختي هي صلة الرحم. أنني بغيت نقول لك صلي من قطعك، اللي سد عليك الباب وما بغاش يدوي معاك وما بغاش يرد عليك في الاتصال ديالك وما بغاش يسمع كلامك، هو اللي بغيتك في هذا النهار المبارك العظيم بغيتك تدقي بابه وبغيتك تهزي الهاتف ديالك وتتصلي به. أختي الكريمة، كما كنقول لك دائما وأبدا، نحن نتعامل مع من؟ واش حنا كنتعاملوا مع داك الإنسان كإنسان ولا كنتعاملوا مع الله؟ بغيت نقول لك حنا كنتعاملوا مع الله الكريم، رب السماوات رب الأراضين، اللي وصانا على صلة الرحم وقال لك من وصلها وصله الله سبحانه وتعالى ومن قطعها قطعه الله. واش ما قداتكش هذه الكلمة أختي الكريمة؟ وعارفي بأن الدنيا ديزة، الدنيا ساعة ولكن هي غرارة أختي الفاضلة. كيبقى الشيطان والنفس الأمارة بالسوء كينفخوا لينا في ريوسنا، لا وعلاش وكيفاش وعلاش هو ما اتصلش وعلاش هي قالت وعلاش هي دارت، وكتبقى كتنجي في الهضره. سبحان الله العظيم، في عوض كتقطع الصله مع انسان واحد كتقطع مع العائله كامله. اختي الغاليه، اختي العزيزه، الله يكرمك، الله يجازيك بخير. كنطلبك وكنترجاك، الى قطع صله الرحم مع شي واحد بغيتك تهزي في هذا اليوم العظيم، في هذا اليوم اللي كنطلبوا ربي فعلا انه تكون ليله قدر وتكون ليله او نهار مستجاب فيه الدعاء، ونكونوا من هاد العشر ايام اللي ربي اعتق فيها الرقاب ديالنا من النار، ونكونوا فيها من الناس اللي جبر الله سبحانه وتعالى قلوبنا وكسورنا والخواطر ديالنا. اختي الغاليه، بغيتك ما ترديش. فما بالك حنا كنوصيو على اللي قاطع صله الرحم مع عمته مع خالته مع جارته مع عدوزته مع فما بالك بالوالدين، الاب والام، الاب والام. اختي الغاليه، هذوك ربيبان ديال الجنه كيما بغاو يكونوا خايبين، كيما بغاو يكونوا خايبين ما عندكش الحق تقاطعيهم. ربي وصى عليهم وقال لك وان جاهداك على ان تشرك، شوفي، في حاله ما الا تبغاو يشركوا يدعيوك للشرك بالله، هنا انت ما غاديش تطيعيهم وما غاتشركيش بالله. ولكن حنا راه والدينا ما غاديش يدعيونا للشرك بالله سبحانه وتعالى. كاينين شي حوايج صراحه كتقلقي وكيبقى فيك الحال وهادي وهادي وعلاش وداروا الفرزيات وفعلوا، ولكن هذه كلها كنقول لك غير وساوس شيطانيه. شي الدنيا كلها هم الدنيا، المال، الورث، هادشي كلشي تاع الدنيا خليه للدنيا. ما تقطعيش انت صله الرحم، هذه هي اهم حاجه كنوصيك عليها. اختي الغاليه، اختي الفاضله، اختي الحبيبه، الله يقدرنا على صله الرحم، الله يقدرنا على احياء في هذا اليوم العظيم وفي هذه الايام العظيمه. وهذه فرصه جابها لنا الله سبحانه وتعالى ديال هاد العواشر. هزي التليفون، سيري برجلك، حيي صله الرحم. وقبل ما تمشي كنوصيك بانك ديري الدعاء 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 بان ربي يغلبك على هذا الامر ويسخر لك جنود الخفاء. وخذي واحد الصدقه في يدك ديريها وصدقيها بنيه ان ربي يستر لك هذه صله الرحم، وكوني متاكده بان ربي ما غاديش يخليك. قد اطلت اختي الغاليه، ولكنها نصيحتي اليك اختي الصائمه.